بالتاكيد حضرتك شاهد على التاريخ، شاهد على مباريات القمه وشاهد على مباريات الاهلي والزمالك. دايما الكلام على انه الاهلي كسب مبارياته عشان كان في مجاملات تحكيميه، واتحاد الكره وقتها كان بيحب النادي الاهلي، لا كانوا وقتها بيجامل الزمالك اتحاد الكره، وكان الحكام زملكاويه. يعني للاسف بعض المباريات يعني بيبقى فيها اخطاء من حكام، فالبعض بيتصور ان هذه مجامله للفريق او مجامله للفريق ده. بس انا هقول لك واقعه عشان حكايه ان اتهام الاهلي بان هو يعني بيكسب الحكام. انا مقتنع مفيش فريق بياخد 130 بطوله او يعني 132 بطوله بالمجامله يعني. طبعا. كان رئيس نادي الزمالك في وقت من الاوقات المهندس حسن عامر، شقيق المشير عبد الحكيم عامر رئيس اتحاد الكوره، وشخصيه معروفه طبعا في الحياه المصريه. والدي كتب في الاهرام، هو في مره من المرات في خطا من اخطاء التحكيم، هو لازم الزمالك يكسب يعني عشان رئيس نادي الزمالك حسن عامر اللي هو شقيق. فالمشير زعل جدا وكلم استاذ هيكل وقال له ازاي نجيب المسكاوي يكتب الكلام ده. ف في الفتره دي يعني كانت صعبه جدا ان في صحفي يزعل منه المشير عبد الحكيم عامر يعني، وهو المشير كان على فكره عارف والدي كويس جدا يعني. ف بعد ما اتكلم مع الاستاذ هيكل اتضح ان الحكايه ما فيش فيها اي تجاوز يعني، والموضوع عدى. انما الاخطاء الوارده بتسير على الاهلي وبتسير على الزمالك، وما فيش فريق بياخد 100 وشويه بطوله بالمجاملات.